والحسين الخريبقي ومبارك الخلفي بوات، هذا مبارك اللي راه كاين اليوم، وكان علي والحطاب. هذا هما اللي كنا كنتفرجوا فيهم، اللي كنا كنسمعوا لهم مزيان. وما عليهم علاش ردنا هادشي. ماتت الوالده خلات عندي شي عامين ولا عامين ونص، وبقيت مع عيالات با، وانا وليت رايمه على الوالد اللي وليت رايمه عليه. يديروا العشاء كيتلاو شويه، انا كيجيني النعاس نغير نرقد. تيقول لي يا ولدي تعالى نقول لك على الغزال باش يعملني باش نبقى قاعد. بدا يعاود لي اجي ونساعدو راني على الغزال كيزرع فيها حتى بقات يدالها نهار طاحت لوج وهربت من الجبال وولات البحيره وصابت الشيخ ما سالو. لالا يا لالا يفرى لي مع غزالي يا حشام، يا فاهم الكلام صغالي سمع لكلامي ورقم لي الوشام، دير الوشام رقيق دير لي ياسين في جبهة الخليلة عرصة، دير الخوخ ودير الرمان، دير بوعويد ودير الفواكه على الالوان، ودير العساس هو القدام هكذا جرالي مع غزالي يا فهم. عندما نريد الحديث عن الشيخ السي احمد ولد قدور فلا بد أن نستحضر أننا نتحدث عن رائد مؤسس من رواد الثقافة الشعبية ومن رواد العيطة في جهة الشاوية وردغاء، إن لم نقول في المغرب ككل. هذا الرجل بطبيعة الحال كان من المؤسسين الأوائل وأعطى الشيء الكثير لفن العيطة، وعاصر كبار الشيوخ في المغرب أمثال المارشال قيبو، حاد أعكي، وكذلك من الناس الذين يعني حاول أن يتمثل تراثهم وهم علي وعلي اللي كانوا في الحوت أو في ولاد حريز. وهذه الثقافة يعني بدأها منذ صغره وتشبع بها من مسقط رأسه من قبيلة بني مان في جماعة سيد دهبي التابعة إداريا لدائرة بن حمد، هنا حيث شب هذا الشيخ سنة 1934. وكانت بدايته الأولى على أحد الناس الذين يمارسون فن العيطة في قريته. لا نقول بأنه شيخه لأن هذا الرجل لم يكن شيخا مشهورا حتى نقول أنه أخذ عنه، ولكن على الأقل هو أعطاه الفرصة ليظهر موهبته وكذلك ليصقل هذه الموهبة عندما كان يتحين الفرص بين قوسين، لأنه كان يتربص به عندما يضع ذلك تلك الآلة المسماة بالطارو بين قوسين عند في الثقافة الشعبية، فكان يأخذها هو عوض أنها كانت تمارس بشكل كمان كان يأخذها في شكل عود. وبالتالي كانت هذه هي البداية الأولى للسي احمد ولد قدور. صغالي واسمع لكلامي ورقم لي الوشام، ودير الوشام رقيق دير لي ياسين نفيس دير الخليلة الدار البيضاء، دير سلا ودير الرباط دير صالح دير العلامة هكذا جرالي مع غزالي يا فهم. واليوم يا الحباب كيف راح تنسال ونسول، صرت الرامي على الغزال كيجرى فيها وحتى بقات يدلغ، نهار طاحت لوج وهربت من الجبال هودت البحيرة وصابت الشيخ ما زالوا عندها صينة وشعب وسطال، سندت ما تقولش لا لا أنا في عارك يا أبويا رحالة، هيا الفرج فاهم الحلال تقوي الوحش مع الغزال كله يروح غزاله، وقالت الداني للرامي الحوز هذيك شهادة مال ولدي باقي مطرود، أول لباهي وحتاج هدود، شوفوا هاد الزين منقود ما ولدتو ولا دم، يا الرمام قصحكم بكبود، تتابعني وانا خايفة ادم، ياك ولدي حازم سلطان تابعه القدم، ياك ولدي يصير مقدم رافد الردم، ياك ولدي ما يوفي بالحدود، انا بنشاو ما ناشي من قادم،
صورة الخلاق الموجود. سي أحمد ولد القدور فنان كبير، وحنا ملي كنا شباب صغار كنا نسمعوا بالشيخ أحمد ولد القدور في مدينة بن حمد، وكنسمعوا الدياسك ديالو والعيوط ديالو والناس الفنانة اللي هما كيجيو في بلايص أخرى تيقولوا واحد الفنان تيخدم وحده. سبحان الله الكريم، ملي بدا يخدم يجبد داك الوتار تنشوفوا السطعه ديالو كيفاش تيخدم بها، حيت قالوا لنا الناس تيخدم بصبعو. تشاهدناها بنفوسنا، مشينا عندو عجبنا داك الفن ديالو، ولكن شاهدنا بما كيضرب الوتار بالصبع ديالو. والجواب ديال اللي غادي يجاوبوا شي واحد مولا بندير او مولا طعريجه كتجاوبوا الوتره ديالو. رانا جابوا اخرين شوف العين العين. ورضي الله معنا ثم لنا نحيد وش ضيم. يا تعلقيني الفردي ندير غرضي دي. راه كل ما مقدم ترجع دم. يا نخلص لوقات راه الايام مشات. راه خوف عن سوجة تعود روسية. راه ما بدينا نعملها لين ويتوصل. ونبهدى ديال الرجال بقاو في حيان. ترى نقول ليك الحصول وما بقى معقول. وصحيبي شحال دوينا الله يسمح لنا. ترى النعرق القديمة كاس قديمة وتعالت علي عباس وفين ذوك الناس. ترى كون عندي في القلب كاع ما تعجب. وهذا هدادي غيتالات لا تدقم. أحمد بن قدور ديما مشهور. علاش مشهور؟ حيت كيغني الراسو دابا، كيغني بالرواغل ديال الوتار، كيغني بالقنشه. ديك القنشه كتسمى قلناكي، كيغني من راسو، فهمتي؟ كيغني الراسو طالع، فالولا ما يقدرش من يغني معاه. والله عمرها دار. وقالت الداني للرامي نحوزها ليك شهاده مال ولدي باقي مطرود، اول اللي باهي وحتاج هدود. شوفوا هاد الزين المنقود ما ولدتو ولا دم. يا الرمام خصحكم بكبود. تتابعني وانا خايفه نتأدم. ياك ولدي حازم سلطان تابعه القدم. ياك ولدي يصير مقدم راه تضطر دم. ياك ولدي ما يوفي بلد حدود. انا بنت شاو ماشي من قادم. صورة الخلاق الموجود. هو دائما من يصنع آلته بيده، هذه معروفة عليه كذلك في الأوساط ديال الجهات الشوية، ورضي أنه دائما يصنع آلته بيده. كذلك من الخصوصيات التي تميز بها وهو أنه استطاع أن يجعل له اسما في فن العيطة الزعرية، وأن ينتج ويبدع في العيطة، لأن عنده إضافات في فن العيطة وفي المقاطع الصوتية لهذه العيطة أيضا. بالنسبة للكلام، الكلام الذي يتحدث به الرجل هو كلام دائما له وزن، كلام يعالج الواقع الاجتماعي، كلام دائما وخاصة التنقيط هي أشياء اللي هي يعني تعالج واقع، لا يتحدث هكاك من فراغ. ثم إن الرجل له موهبة رد الفعل السريع، كذلك موهبة ديال الارتجال.
الارتجال، لأنه عندما يكون في مجلس من المجالس بمجرد أن يرى ظاهرة معينة فهو يعني يطلق عليها مباشرة كلمة أو كلمتين حتى أن الجميع يفهم ما قال، وثم ذلك أنه يفسر بعض الأشياء. وإذا أردت أن تتكلم معه وهو في حالة عزف من طبيعة الحال يرد عليك أنه يتكلم معك ولكنه في إطار العزف. يعني مسألة الارتجال ومسألة الإبداع السريع بعض السرعة اللي هي كبيرة جدا، هذه أيضا من الميزات التي تميز بها السي أحمد ولد القدور. من قامت لوطة مع الجبال يا لألق راح تنصيد يا غزالي بعد الغيبة غير سيري سيري غير سيري سيري يا لألق الوعد يلاقي غير سيري سيري غير سيري سيري يا لألق وشكان سنبي غير سيري سيري هكذا أجرالي مع غزالي. قصيدته معروفة قصيدة الغزال، هذه قصيدة لم يعزفها أحد غيره وبالطريقة التي يعزفه. ويعني تحدثنا مع عدد من الفنانين يقولون بأن حتى ميزان هذيك الغزال هو شيء يعني صعب جدا ولا يمكن أن يعزفه بالشكل الذي عزفه به سي أحمد أحد غيره. هذاك الراجل اللي كانت عنده الكومينجا كان هو بدي يحطها نهز هنا هو يضرب بالحكاك وانا تردها قنبري. من بعد زاد وقدات القدرة مشى للدار البيضاء سكنت تماك بقيت انا شي شويه تبعته في الكريان ديال المسيك شاداني معاه. بقي في مدينة الدار البيضاء يعني إلى حدود 1960 إلى بعد الحصول على الاستقلال، حيث رجع إلى مسقط رأسه بمدينة بن حمد. ولكن قبل ما نتحدث عن المنطقة ديال بن حمد لابد أن نتحدث بأن في مدينة الدار البيضاء أيضا كان يتحين الفرص مع واحد الفرقة بين قوسين فرقة الحجامة، لأنهم كانوا يجتمعون فيما بينهم. وكان السي أحمد كان دائما يحاول أن يعينهم لأنهم كانوا كيديروا مناسبات عائلية، مناسبات صغيرة. فكان هذا الشيخ هو مرات متوالية كان يأخذ منهم الآلة ثم يبدأ يدندن بين قوسين كما يقول أصحاب العود. وهنا بدا للآخرين بأن للرجل موهبة وبأن له يعني حس في الفن الشعبي، فهنا بدأوا يقدمونه في المناسبات. فكانت هذه الفرصة الثانية بعد مسقط رأسه، فكانت هذه الفرصة الثانية التي صقل فيها موهبته واستطاع أن يبرز كفنان شعبي في فن العيطة. وهنا أركز على الفن العيطة الزعرية، الفن العيطة الزعرية، لأننا احنا في منطقة الشاوية وردغة كاين العيطة المرساوية وغيرها، ولكن بفضل هذا الرجل استطاعت العيطة الزعرية أن تثبت أقدامها في هذا المجال، لأنه كان من المؤسسين الأوائل ديالها، من الناس الذين حاولوا نشرها بشكل كبير جدا، حيث تعاطاها وتعاطى قصائدها المتنوعة. بقيت في الدار البيضاء واحد النهار طار ليا جيت لأن البن أحمد شديت ذاك الوثار ولاو الناس الفاميلة وذاك الشيء معاه والتقدر جا وليت نمشي نخدم وليت درت لاباس رجعت خدمت وليت خدام وليت الدراري اللي تيعرفوني تماك تيجيو نمشي معاهم من هنا للدار البيضاء، نمشي للرباط نمشي سلام نمشي خريب كاع نمشي للسطات نمشي لمراكش نمشي لهاسفين نمشي يا خويا يا بك مشات مع الهرنوفات ودير خوفي على ابويك ولا يسد عليك يا تعالى يا وليد العم عنحي والدم بركة من تواشيك راه معاقو بك ترقيلي وليد العبد همايت وشوف حد يا ابويا شحال دويناه الله يسمح لنا صحيحتك قليلة دير شي حيلة ودير لسان ما فيه عظم ما كيجيب الهم يا
شعب تبرات الرويس اللق يا احمد سير تقرده تيخرج القرد مع الوار الناس قلت لك عند يسوى كيضربوها بالقصب وهنا بد كيضربوها بالقصب وشدينا هنا بالوتار هي راه قديمه وشديناها بالوتار وصرنا نغنيوها بالوتار. هذه القصيدة ديال العلولي هي دائعة الصيت في المغرب، لا يمكن أن نقول بأنه هو من أبدعها، ولكن له خصوصية في العلوى بحيث أنه يتكلم في العلوى وهو عالم بمفهوم العلوى سواء المفهوم الجغرافي أو المفهوم التاريخي، فهو عندما يتحدث عن هذه القصيدة أو عندما يعزفها يحددها بمفهومها الجغرافي، يعني لا يخرج عن إطار العلوى المتمثلة في مدينة بن حمد، حظيرتي بن حمد وسيدي حجاج والمناطق المجاورة لهم، وبالتالي فهو عندما ينظمها لا يذكر وليا مطلقا خارج عن هذه المنطقة، وبالتالي أنه يعني يقوم فقط بالأولياء اللي كان يتم ويتحدث عن هؤلاء الأولياء، وعندما يذكر وليا كذلك يضيف الصفة التي يتميز بها هذا الولي، وهذه مسألة لا يعرفها إلا أهل المنطقة. العلوى قايلينها الناس قدام، ما قايليناش بحالو، هو محسنها. هو الناس كانوا ما يقولوش العلوى فيها الصالح الفلاني، تيقولوا العلوى بغينا نجيو نزوروك وصافي، هادشي لا، هو تيجبد فيها الصلاح اي الصالح في العلوى. رانا فلوس الفكاك مشاو عفاك يا ترى نقول لك الحصولة ما بقى معقول. ومدي درتي الصلاة خليتها مخيخ ودخ يا ابويا كبرتي في الجيش وما دربتيش. ودير انا سمعت الناوية في الغريب دياوي عليك ندير مع المناظر تغيبي زيد شوية وخذها روية يا ترى يا ما لقيت ركابي ذوك العجابي رغد يا نتهرسة في طريق القنصان
الوفا القديمة اللي كانت قديمة. بقيت هذيك هي الحركة إلا الآن. بقيت خدام تسخد دابا تعيت، ما تليت خدام لا والو، وليت بارك. السي أحمد ولد القدور لم ينال حظه كباقي الفنانين الذين ربما كرموا وربما يعني كانت لهم وقفات أو كان للبعض لهم معهم وقفات، لأن رجل مثل أحمد ولد القدور وما أعطاه للثقافة الشعبية ولفن العطاء كان من الأجداء أن يكرم. وبالتالي لابد من هذا المنبر لابد أن نلتمس من كل المسؤولين على الثقافة والمسؤولين كذلك على الفن في المغرب أن يولوا الاهتمام لمثل هؤلاء الناس، لأنهم فعلا أعطوا الكثير لهذا الفن ويستحقون كل تقدير وكل احترام. غزالي يحشم يا فهم